الأمهات دايمًا بتسأل بتقول لك ابني هيقعد قد إيه في جلسات التخاطب؟ الوقت اللي هيقعده ده يا ترى هيخف بسرعة ومش محتاجين جلسات تاني والّا إيه اللي بيحصل؟ طيب حضرتك علشان تسألي السؤال ده لازم تسألي نفسِك كذا سؤال، يعني الطفل لمّا أنا باشتغل معاه مثلًا في الجلسة، النُص ساعة والّا الساعة إلا تِلت اللي أنا باشتغل معاه فيها، هل حضرتك بتطبّقي الكلام ده برّه، يعني في بيتِك وبتطبّقيه على طول والّا مرّة ومرّة؟ طيب الحاجة التانية، هل حضرتك ابنِك بيبقى نايم كويس يعني مش سهران وجاي فايق وكويس ما يجيش ينام في الجلسة؟ دي تاني حاجة. تالت حاجة، هل ابنِك بيبقى يعني كويس مش ما عندوش تعب، ما عندوش برد، ما بيكُحّش، مش تعب فجأة ودّيته للدكتور وقُلت لأ أنا مش عايز أضيّع الجلسة وآجي؟ طيب دي تالت حاجة. تالت حاجة، أو رابع حاجة، هل ابنِك بيقلِّد الحاجات اللي إحنا بندّيها له بيطلع يعمّمها على كل شيء برّه؟ يعني الشيء اللي بياخده من عندنا يعني في الجلسة نفسه، هل بيطلع برّه بيعملوا كده؟ يعني بيعملوا في البيت، بيعملوا في الشارع، بيعمل كده؟ علشان التعميم بيفرق والتقليد بيفرق مع الطفل. طيب، خامس حاجة، في حاجة تانية لازم تاخدي بالِك منها، إن العُمر اللغوي والعُمر العقلي للطفل بيفرق. لو العُمر العقلي قريب من العُمر اللغوي، الطفل ما بياخدش وقت، لكن لو العُمر اللغوي بعيد عن أو أكبر من العُمر العقلي أو العكس كمان، بياخد وقت، لإن في حاجة اسمها فروق فردية، فأنتِ لازم تاخدي بالِك من حاجة زي كده، إن الطفل على حسب استعداده وعلى حسب احتياجه للجلسة، هتلاقيه بيستجيب. وبرضه مش هانسى برضه إن شغلِك في البيت أهم من ده كله، لإن إحنا بندّيكِ فنيات وبندّيكِ زي ما بيقولوا أول الطريق وأنتِ تكمّلي أو نُقط وأنتِ بتمشي عليها. لو حضرتك ما اشتغلتيش على الحاجة ديًّا عمرها ما هتجيب نتيجة. يبقى لمّا تيجي تسألي السؤال دوًّا، اسألي نفسِك الأول كل الأسئلة اللي أنا قُلتها لِك، هل هو كويس؟ هل هو بيبقى سهران مثلًا؟ هل هو ما بيش تعبان؟ هل هو بيقعد مرّة وييجي مرّة؟ هل العُمر العقلي زي العُمر الزمني؟ اسألي القصة دي كلّها، علشان تبقي فاهمة إن الفروق الفردية مع الطفل بتفرق معاه جدًا، جدًا، جدًا.